عمرك سألتي نفسك ليه في ناس بتاخد كل حاجة نفسها فيها بسهولة وناس تانية بتفضل تجري وتتعب وبرضه مش بتحصل على اللي تستاهله؟ الموضوع مش حظ ومش صدفة خالص. الموضوع اسمه الاستحقاق. إحساسك من جوه إنك تستاهلي الخير، تستاهلي النجاح، تستاهلي الحب، هو اللي بيحدد انتي بتجذبي ايه في حياتك. لأن ببساطة الحياة بتعاملك على قد ما انتي شايفة نفسك. لو انتي من جوه حاسة انك أقل أو مش كفاية، هتفضلي تقبلي بالقليل حتى لو تستاهلي أكتر بكتير. لكن أول ما استحقاقك يعلى، كل حاجة حواليكي بتتغير، فرص، ناس، وحتى نظرتك لنفسك. في الفيديو ده هقولك على 5 نصائح بسيطة جدا، بس تأثيرها عميق بشكل ممكن يغير حياتك كلها ويرفع استحقاقك لدرجة عمرك ما تخيلتيها. لو حاسة انك عايزة تبقي نسخة أقوى، واثقة وجذابة لكل اللي بتحلمي بيه، يبقى ركزي معايا كويس جدا. لو الفيديو عجبك وحسيتي انه ممكن يفرق معاكي، ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي رأيك في الكومنتات، وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. أول وأهم خطوة عشان ترفعي استحقاقك في حياتك هي إنك تبعدي فوراً عن أي حاجة بتقلل منك. أي حاجة، مش بس الناس، كمان الكلام، الأسلوب، والطاقة اللي حواليكي. أي كلمة تحسسك إنك أقل، أي تصرف فيه تقليل أو استهانة بيكي، أي علاقة بتاخد منك أكتر ما بتديكي، كل ده اسمه نزيف. وأخطر حاجة إن النزيف ده بيبقى هادي، مش باين، بيجي على شكل هزار تقيل أو كلمة بتتقال وبتتنسى بس بتفضل جواكي. بيجي على شكل علاقة مستمرة بس انتي فيها دايما مضغوطة، مش مرتاحة، أو بتحاولي تثبتي نفسك طول الوقت. وهنا لازم تفهمي حاجة مهمة جدا. انتي مش محتاجة تستحملي عشان حد يفضل في حياتك، ولا محتاجة تبرري قلة التقدير. أول ما تحسي إن قيمتك بتقل، انسحبي فورا من غير تردد ومن غير ما تستني الأمور تسوء أكتر. الانسحاب مش ضعف، الانسحاب قوة، لأنك بتقولي لنفسك قبل أي حد أنا أستاهل أحسن من كده. أول خطوة لرفع الاستحقاق إنك توقفي النزيف، لأنك طول ما في حاجة بتقلل منك مهما تعملي هتفضلي بترجعي لنقطة الصفر. فبدل ما تحاولي تصلحي كل حاجة حواليكي، ابدأي بحاجة واحدة بس: اقطعي أي مصدر بيقلل منك. ومع الوقت هتلاحظي إنك بقيتي أخف، أقوى، وواثقة أكتر، وهتبدأي تجذبي ناس وظروف تليق بيكي فعلا. افتكري دايما، اللي يقبل يقلل منك مرة هيكررها، لكن انتي اللي بإيدك تقرري تكملي ولا توقفي. تاني نصيحة من أهم الحاجات اللي بترفع استحقاقك إنك تحترمي مشاعرك. مشاعرك انتي، مش مشاعر الناس. لو زعلتي اعترفي إنك زعلانة. لو اتضايقتي ما تضحكيش وتعدي الموضوع كأنه عادي. لو حد جرحك ما تقنعيش نفسك إن مفيش حاجة حصلت. أكبر غلط بنعمله في حق نفسنا إننا بنكمل وإحنا مجروحين، نكمل في الكلام، نكمل في العلاقة، نكمل في اليوم، وكأن مشاعرنا ملهاش قيمة. بس الحقيقة كل مرة بتتجاهلي فيها إحساسك، انت كأنك بتقولي لنفسك مش مهم. ومع الوقت عقلك بيصدق، بيبدأ يحس إنك مش أمان لنفسك، إنك ممكن تسيبي نفسك تتوجع وتسكتي. لكن أول ما تعملي العكس كل حاجة بتتغير. لما تحسي وتقفي، تدي لنفسك لحظة تفهمي إيه اللي حصل، تسألي نفسك أنا زعلانة ليه، وتحاولي تهدي أو تبعدي عن اللي وجعك، أو حتى تعيطي لو محتاجة. ساعتها أنت بتبني أمان جواكي، وعقلك بيسجل الرسالة دي: أنا مهمة ومشاعري ليها قيمة. ومع الإحساس بالأمان استحقاقك بيعلى، بتبطلي تقبلي بالقليل، وبتبقي أوضح في حدودك، وبتختاري اللي يريحك مش اللي يرهقك. افتكري دايما، مش ضعف إنك تحسي، الضعف الحقيقي إنك تتجاهلي إحساسك وتكملي كأنك مش موجوعة. فمن النهاردة أول ما تحسي بأي حاجة وقفي، اسمعي نفسك، واحترمي مشاعرك كأنك بتحمي حد غالي عليكي، لأن الحقيقة مفيش أغلى منك. تالت نصيحة، واحدة من أخطر الحاجات اللي ممكن تهد استحقاقك من غير ما تاخدي بالك، هي طريقة كلامك مع نفسك. الجمل الصغيرة اللي بتقوليها جواكي هي اللي بتبنيكي أو بتكسرك. زي مثلا يمكن أنا السبب، أكيد أنا مش كفاية، أنا اللي بوظت كل حاجة. الكلام ده ممكن يبان بسيط، بس هو في الحقيقة بيسحب ثقتك بنفسك حتة حتة،
وبيخليكي دايما شايفة نفسك أقل، حتى لو الحقيقة غير كده خالص. والمشكلة إنك بتصدقيه، لأن الصوت ده جاي من جواكي، فبتحسي إنه أكيد صح. بس خليني أقولك الحقيقة، مش كل حاجة غلط بتحصل تبقى بسببك، ومش كل حد مشي من حياتك يبقى انتي السبب، ومش لازم تبقي كاملة عشان تبقي كفاية. أول خطوة عشان تغيري ده إنك تاخدي بالك من كلامك مع نفسك. كل مرة تمسكي نفسك بتقولي جملة بتكسرك، وقفيها بهدوء ومن غير جلد ذات، وبدليها بجملة ترفعك. بدل أنا مش كفاية قولي أنا كفاية. بدل أكيد أنا السبب قولي أنا بعمل اللي عليا والباقي مش بإيدي. بدل ما تهاجمي نفسك ابدأي سندي نفسك. يمكن في الأول الموضوع يحسسك إنه غريب أو مش حقيقي، بس مع التكرار عقلك هيبدأ يصدق الصوت الجديد، وهنا بيحصل التحول الحقيقي. لأنك لما تبقي شايفة نفسك كفاية هتبطلي تقبلي بالقليل، هتبطلي تجري ورا رضا الناس، وهتبدأي تختاري اللي يليق بيكي فعلا. افتكري دايما، الكلام اللي بتقوليه لنفسك هو اللي بيحدد قيمتك جواكي. فيا إما تفضلي تكسري نفسك كل يوم، يا إما تقرري من النهاردة تكوني صوت الأمان والدعم لنفسك، وقوليها بصوت عالي جواكي: أنا كفاية، وزي ما أنا كفاية. رابع نصيحة: بطلي تسعي لإرضاء الكل على حساب نفسك. عارفة أكتر حاجة بتقلل استحقاقك بهدوء؟ إنك تحاولي ترضي الكل حتى لو ده على حساب راحتك. توافقي وإنتي مش حابة، تسكتي وإنتي متضايقة، تعملي حاجات مش شبهك بس عشان ما تزعليش حد. بس في الحقيقة كل مرة بتعملي كده انتي بتقولي لنفسك الناس أهم مني. ومع الوقت بتتعودي تحطي نفسك في آخر الأولويات، وتستغربي ليه محدش بيقدرك. الحل: ابدأي بنفسك. مش لازم كل الناس تبقى راضية عنك، مش لازم تقولي لكل حاجة. اتعلمي تقولي لأ من غير إحساس بالذنب، لأن اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك، مش يستغل طيبتك. افتكري دايما، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء نفسك هو بداية السلام. خامس نصيحة: اهتمي بنفسك وكأنك أهم شخص في حياتك. انت مش آخر حد تهتمي بيه، انت أول حد. اهتمامك بنفسك مش رفاهية، ده أساس استحقاقك. لما تاكلي كويس، لما تريحي نفسك، لما تدي لنفسك وقت لوحدك، لما تعملي حاجة بتحبيها، كل ده بيبعت رسالة لعقلك: أنا مهمة وأنا أستاهل. لكن لما تهملي نفسك وتأجلي راحتك وتفضلي كل حاجة عليكي، عقلك بيفهم العكس. فابدأي بحاجات بسيطة، اهتمي بصحتك، شكلك، وقتك وطاقتك. اعملي يوم ليكي حتى لو ساعة واحدة، لأن كل ما هتهتمي بنفسك أكتر، كل ما استحقاقك هيعلى، وكل ما الدنيا هتبدأ تعاملك على الأساس ده. افتكري دايما، انتي مش اختيار أخير، انتي أولوية. وفي النهاية افتكري ان استحقاقك مش حاجة حد بيديها لك، استحقاقك قرار انتي بتاخديه كل يوم، من طريقة كلامك مع نفسك، من حدودك، من اختيارك للي يليق بيكي، ومن احترامك لمشاعرك. ابدأي خطوة خطوة، وصدقيني كل حاجة في حياتك هتبدأ تتغير لما انتي تتغيري من جوه. ولو الفيديو ده لمس حاجة جواكي، ما تنسيش تعملي لايك عشان تدعمي الفيديو، واكتبيلي في الكومنتات ايه أكتر نقطة أثرت فيكي، واشتركي في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية، وتكملي رحلتك في تطوير نفسك معايا.